هل عمرك قبل كده شفت فلاشة فيها زراير؟ دي اسمها الايرون كيباد 200 من كينج ستون، وهفهمك ايه لازمتها دلوقتي. كم مره كان معاك ملفات مهمه او خاصه جدا لدرجه انك خايف حد يشوفها؟ الفكره ان الفلاشه دي بتعمل تشفير لملفاتك من خلال الهاردوير، بمعنى ان محدش يقدر يفتح الفلاشه من غير ما يدخل الباسورد بتاعها من النمباد اللي عليها دي، وليها غطا لما بتشيله بيكشف لك الزراير اللي عليها. النسخه اللي معايا دي ال 32 جيجا، ولكن موجود منها لحد 512، وموجود منها كمان نسخه يو اس بي سي، هتبقى مناسبه اكتر لو بتستخدمها على موبايل او ماك. الفكره بقى ان الفلاشه دي مش واخده الميليتري جريد كشهاده رسميه، ولكن هي مقاومه طبعا للخبط والكسر وكل حاجه. يعني عايز اقول لك ان لدرجه ان في تكنولوجيا مدهون بيها الزراير اللي هنا علشان ما حدش يقدر يتتبع بصماتك او دوست على انهي زرار. تقدر تعمل لها باسورد عن طريق انك تدوس على زر القفل مره، وبعدها لما يدي فلاش فوق تدوس مرتين، بعدين دخل الباسورد، وبعدين مرتين، بعد كده دخل تاكيد، وبعد كده مره كمان، وكده ثبتت الباسورد. في طريقه تانية برضو انك تعمل ادمن، يعني يكون الفلاشه عليها ادمن وعليها يوزر، والادمن بيكون له باسورد تاني وتقدر تمسح بيه باسورد اليوزر الاولاني. وطبعا ميزه من مميزات الامان بتاعتها انك لو دخلت الباسورد 10 مرات غلط كل حاجه على الفلاشه بتفرمط. طبعا اكيد زي ما خدت بالك الفلاشه دي فيها بطاريه علشان تقدر تعمل كل ده وانت ماسكها في ايدك. لكن بقى الاهم هو مستوى التشفير اللي فيها. اللي هيظهر دلوقتي قدامك ده اسم التشفير، ومش عايزك تتخض منه، هشرحه لك واحده واحده. الفلاشه دي بتستخدم تشفير AES 256 بت، وده واحد من اقوى انظمه التشفير المستخدمه حاليا. والفكره هنا ان حجم مفتاح التشفير بتاعها اللي هو 256 بت كبير وصعب جدا ان هو يخترق. بيستخدم نظام اسمه XTS، وده بيخلي كل جزء من البيانات متشفر بطريقه مختلفه. وطبعا التشفير هنا بيتم من خلال الهاردوير، لان هي هاردوير انكريبتد مش من خلال سوفت وير موجود على الجهاز اللي هي بتشتغل عليه، وده بيزود الامان بشكل كبير جدا. واخده شهاده اسمها FIPS 140، ودي شهاده بتطلع من الحكومه الامريكيه للحاجات اللي ينفع تستخدم في البنوك او الجيوش او الحاجات الحساسه جدا. واخيرا ليفل 3 اللي واخداها دي هي الليفل الحمايه بتاعها، وهم كلهم على بعض اصلا 4 ليفلات. الخلاصه ان الفلاشه دي معموله بتشفير ومواد عاليه جدا، ومصممه ان هي تستحمل كل العوامل سواء الخارجيه او الداخليه. طبعا مش هقول لك على سعرها، هسيبك تخش انت بنفسك، شوف اللينك اللي موجود في اول كومنت. ما تنساش بقى اللايك والفولو والسبسكرايب.